اليوم نحب نحكي على موضوع الحزب الناصر الجديد. الحزب الناصر الجديد هو حزب نحب كونه يكون الهدف نتاعو الإصلاح لتونس، باش نصلحوا تونس. كيفاش نصلحوا تونس؟ أولا باش نصلحوا التعليم في تونس، معناتها التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والتعليم العالي لازم نردوه جيد جدا، خاطر هو في الوقت الحالي في حالة سيئة جدا. ثانيا يجب نصلحوا ما يسمى لا بروسيدور ادمنستراتيف، خاطر لا بروسيدور ادمنستراتيف في تونس ثقيلة جدا مما يجعلها تعطل المشاريع وتعطل المحافل. ثالثا إصلاح القضاء. ثالثا القضاء على الجريمة في تونس، ولنا عندي برشا موضوع فيما يخص الجريمة في تونس، وأنه الحياة الشعبية فيها برشا جرائم. المرة ذي باش نعملوا معاش شدوا دخلوا في شهر الحبس، شدوا دخلوا 6 شهور حبس، شدوا باش نعملوا كل شخص ارتكب عدة جرائم باش نعملوا له لجنة. اللجنة هذه تقرر كالآتي: أما الشخص هذاك يتم إدماجه في المجتمع بتكوينه من التكوين لكي يندمج في المجتمع، أو يتم إعدامه، أو أقول إعدامه. معناتها ما عادش فما ادخل حبس واخرج، حاجتي اما تريقل وتستوي وتولي تدخل في المجتمع، سواء تعلم صنعة ولا تنتهي المهنة مهما كانت، وإلا يتم إعدامه. وهذا فيما يخص ما يسمى البشارات المادية تونس. وفوق الزيادة نحبوا ندخلوا في مجال العلم والعلوم والآخرين، العلم والعلوم والاختراعات، ولازم نصنعوا أول سيارة، نصنعوا أول طائرة، وذا يتم التنفيذ. حاجة أخرى، هذه نقعدوا مربوطين ما يسمى بمنظمة التجارة العالمية، معناتها هما الشنوا اللي هما برشا قاعدين ينتجوا ونحن نشريو من عندهم، وكل مرة لازم كاين شركة تسكت. هذه حاجة باش نخذيو عليها. أي دولة ما تشريش من عندنا وما نشريوش من عندها. الصين ما تشريش من عندنا، ما يشريوش من عندها. مش معقولش نواصلوا في هالحكاية هذه، لأنه نحن نشريو وهما يصنعوا، نحن نشريو وهما يصنعوا، نحن شركاتهم سكروا فيهم وهما زيدوا شركاتهم كبروا فيهم، هما خدمتهم يخلصوا فيهم شوية بكل، ونحن كل مرة خدمتنا يتزاد. دونك لازم نوقفوها وناخذوا حد لهالحكاية نتاع وما أنه نحن نشريو وما يصنعوا، خاطر فلوسنا قاعدة تطيح وقاعدين ننهاروا. دونك أي واحد انتريسي بتكوين الحزب الناصر الجديد في تونس يتصل بي. والسلام عليكم.